السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسيو محمود عباس، أستاذ اللغة الفرنسية للثانوية العامة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مراجعة على قواعد الترم الثاني للصف الأول الثانوي. تابع معايا لآخر الفيديو. أول حاجة معانا النهاردة اللي هو verb aller. تعالوا نشوف الأول كده تصريفات verb aller. تصريفات verb aller اللي هو معايا اللي هو je vais, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. سريعا يبقى je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. ده اللي هو verb aller اللي هو بمعنى يذهب. دي أهم الأماكن اللي بتيجي مع verb aller اللي عندنا، اللي هي le cinéma, le club النادي، le restaurant اللي هو المطعم، le musée اللي هو المتحف، le lycée مدرسة ثانوي، le CDI اللي هو مركز الوثائق والمعلومات، le jardin اللي هي الحديقة، le gymnase اللي هي صالة الألعاب الرياضية، le self service اللي هو المطعم المدرسي، la cour اللي هو الفناء، la classe اللي هو الفصل، la maison اللي هو المنزل، la gare اللي هو محطة القطار، la station محطة المترو، l'école المدرسة، l'hôtel اللي هو الفندق، le pyramide اللي هي الأهرامات. دي أهم الأماكن اللي عندنا. طيب لو أنا عايز أقول مثلا أنا أذهب إلى المدرسة، طبعا أنت عارف إن verb aller بيجي بعده حرف الجر يعني المفروض أقول je vais أنا أذهب à le lycée. طبعا حرف الجر بيجي بعده المكان بأداة المعرفة، يعني المفروض أقول je vais à le lycée. بس طبعا مفيش حاجة في الفرنساوي اسمها à le. بيحصل عندنا حاجة اسمها الإدغام. طيب إيه هو الإدغام؟ الإدغام إن حرف الجر لما بيجي بعده اللي بتتحول إلى أو، والآ لما بيجي بعده اللا بتتحول إلى آلا، والآ زائد ال أبوستروف بتتحول إلى ال أبوستروف، والآ زائد ال اس بتتحول إلى او افيك اكس. إذا مفيش حاجة في الفرنساوي اسمها لو، المفروض بتبقى اسمها او. يعني لو أنا قلت لك je vais نقط ليسي، طبعا كلمة ليسي كلمة مذكرة إذا هتبقى او. وأما أقول سامي va نقط كور، سامي يذهب إلى الفناء، طبعا كلمة كور مؤنث إذا هتبقى على كور. أما أقول je vais نقط CDI أنا أذهب إلى مركز الوثائق، طبعا الكلمة دي كلمة مذكرة إذا هيجي قبلها أو، يبقى هتبقى OCDE. أما أقول nous allons نحن نذهب نقط école، طبعا école مبدوءة بحرف متحرك إذا يجي قبلها ال أبوستروف، أقول nous allons à l'école. مثلا أما أقول nous allons نقط بيراميد، طبعا allons اللي هو verb aller هيجي بعده حرف الجر وكلمة بيراميد جمع بتاخد ال اس، والآ زائد ال اس بتبقى او افيك اكس اللي هي للجمع. تعال نشوف كده بعض التدريبات، زي مثلا اما اقول لك فو نقط او سي دي اي، طبعا هتبقى فوزالي اللي هي الثانيه مع الفو الازاد. رقم 2 بيقول لي تي نقط او ليسي انت تذهب الى المدرسه، هتبقى تيفا اللي هي الثانيه تيفا. رقم 3 نو نقط او جيمناز، هتبقى طبعا نوزالون نحن نذهب الى صاله الالعاب الرياضيه. رقم 4 سامي علي، طبعا سامي وعلي كده اسم جمع بيساوي في الضمائر إلافيك اس، إذا الفعل اللي متصرف مع إلافيك اس اللي هي فون اللي هي الثانية. رقم 5 جو نقط à Paris en été أنا أذهب إلى باريس في الصيف، طبعا جو طبعا هتبقى je vais اللي هي الأخيرة. طيب تعالوا كده نشوف حروف الجر، هنختار حرف الجر. أما أقول جيم ألي أنا أحب الذهاب إلى النادي، طبعا كلمة النادي كلمة مذكر إذا هتبقى أو اللي هي للمذكر. أما أقول جي في أنا أذهب نقط أوتيل، أوتيل
خلي بالك مبدوءة بحرف الأش، وحرف الأش يعامل معاملة الحرف المتحرك، إذا يجي قبله ال أبوستروف. أما أقول تي فا نقط سينما، أنت تذهب، عايز أقول إلى السينما هذا المساء، يبقى تبقى تي فا أو سينما، لأن سينما كلمة مذكرة. أما أقول جي في نقط كور دي ريكري، طبعا كور اللي هي الفناء مؤنث، إذا هقول جي في على كور دي ريكري. رقم 5 nous allons نقط أوبيتال، اتفقنا إن حرف الأش بيعامل معاملة الحرف المتحرك، إذا هيجي قبله ال أبوستروف، يبقى أقول nous allons à l'hôpital. رقم 6 je vais نقط بيراميد، طبعا كلمة بيراميد جمع، إذا يجي قبلها او avec x، يبقى أقول je vais au بيراميد. رقم 7 je vais نقط سيلف سيرفيس بور مونجي، طبعا سيلف سيرفيس اللي هو المطعم المدرسي، بور مونجي لكي نأكل، طبعا هقول je vais au سيلف سيرفيس إلى المطعم المدرسي. مون فرير يعني أخويا، مون فرير فا نقط سي دي، طبعا مركز الوثائق والمعلومات كلمة مذكرة، إذا هتبقى أو. رقم 9 on va نحن نذهب نقط ريستورون بور مونجي، طبعا ريستورون كلمة مذكرة، إذا تسبق ب او، يبقى أقول on va au ريستورون. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض النفي. طبعا أنت عارف من الترم الأول لما بنيجي ننفي الجملة بنحط الفعل بين الن والباء أو الإن أبوستروف والباء، بس أهم حاجة لما بنيجي نحول أو لما بنيجي ننفي الجملة بيحصل بعض التحويلات، اللي هي عند النفي بتحول أدوات النكرة إلى د أو د أبوستروف مع جميع الأفعال ما عدا فيرب اتر. يعني أدوات النكرة اللي هي الأ والإن والدي اس بتتحول إلى د أو د أبوستروف مع كل الأفعال ما عدا فيرب اتر. طبعا لو تفتكر فيرب اتر اللي هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. يعني مثلا لو انا قلت لك إلى نقط كوبان، طبعا دي كده جملة مثبتة عادي خالص، كلمة كوبان مفرد مذكر، اذا اختار اللي هي الاولى. لو انا قلت لك إل نابا، تمام، إل نابا يعني هو معهوش او ما عندوش نقط كوبان، طبعا كده جملة منفية. لما يبقى الجملة منفية أهم حاجة أبص على الفعل. لو الفعل اللي عندي مش فيرب اتر، إذا الأداة تتحول إلى د أو د أبوستروف زي الفعل ده. أما أقول إل نبا، طبعا الفعل ده مش فيرب اتر، إذا الأداة تتحول إلى د، يبقى أختار د. طيب هنا بيقول لي سي نقط بروفيسور، طبعا كلمة بروفيسور كلمة مذكر، إذا أختار اللي هي الأولى. أما في الجملة الأخيرة بيقول لي سينبا نقط بروفيسور، عايز أقول هذا ليس مدرس، طبعا الجملة منفية زي ما اتفقنا. أهم حاجة هبص على الفعل، الفعل اللي عندي ده اللي هو الستي ده فيرب اتر، وطالما الجملة فيها فيرب اتر إذا مش هينفع إن أنا أحول الأداة، إذا برضه هختار إذا أختار الأولى. يبقى عند النفي تتحول أدوات النكرة إلى د أو د أبوستروف مع جميع الأفعال ما عدا فيرب اتر. لما كان في فيرب اتر هنا أنا ما حولتش الأداة وسبتها زي ما هي طيب خد بالك في ملحوظة مهمة جدا، إن الأفعال اللي هي أفعال الميول اللي هو زي بريفيري اللي هو يفضل، ديتستي يكره، ايمي اللي هو يحب، ادوري اللي هو بمعنى يعشق. الافعال دي بيجي بعدها اللي هي ادوات المعرفه اللي هي لو ولا والابوستروف والاي اس. طبعا خد بالك ولا تتحول عند النفي، يعني في النفي ما بتتحولش في النفي خالص. يعني لو انا قلت لك إيليم نقط فوتبول، هو يحب كرة القدم، طبعا طالما عندي الفعل اللي عندي اللي هو فيرب ايمي اذا بيجي بعده اداة معرفة، يبقى اختار لو اللي هي الثالثة. طيب لو انا نفيت الجملة قلت لك إل نيم با هو لا يحب نقط فوتبول،
طبعا كلمة ايمي اللي هو يحب بيجي بعدها أداة معرفة، خد بالك، ولا تتحول عند النفي. إذا برضه هختار اللي هي لو. يبقى فيرب ايمي بيجي بعده أدوات معرفة سواء في الإثبات أو في النفي. طيب اعرف إن إيليا بيجي بعدها إما عدد أو أداة نكرة. عدد أو أداة نكرة. طبعا الأعداد معروفة اللي هي 1 2 3 4 5 وهكذا، وأدوات النكرة برضو عارفينها اللي هي un أو une أو des. يعني لو أنا قلت لك إيليا نقط élève en classe، طبعا إيليا بيجي بعدها عدد أو أداة نكرة. أشوف الكلمة اللي بعد النقط، طبعا جمع. الجمع اللي هنا طبعا اللي هي كلمة 20 اللي هو العدد 20، اللي هي هقول إيليا 20 élèves en classe، يعني يوجد 20 تلميذ في الفصل. أما لو الجملة بقت منفية، إيليا النفي بتاعها بيبقى اسمه il n'y a pas، il n'y a pas يعني لا يوجد. طبعا انت عارف ان أداة النكرة والأعداد الاثنين في النفي بيتحولوا إلى de أو de أبوستروف. إذا أوتوماتيك طالما لقيت il n'y a pas بيجي بعدها de أو de أبوستروف. يعني لو أنا قلت لك il n'y a pas نقط élève en classe، طالما في il n'y a pas يجي بعدها على طول de أو de أبوستروف. إذا أختار de أبوستروف لأن الكلمة دي مبدوءة بحرف متحرك. تعالوا نشوف مع بعض أدوات الاستفهام، درس من الدروس المهمة جدا لأنه بيجي في أكتر من حاجة زي المواقف والقواعد والإيميلات. تعالوا نشوف مع بعض. أول أداة استفهام عندنا اللي هي أداة الاستفهام أو، وأو اللي هي بمعنى أين، طبعا بتسأل عن المكان. زي مثلا أما أقول Je suis né à Paris، يعني أنا اتولدت في باريس. لو أنا عايز أسأل سؤال هقول Où es-tu né؟ Où es-tu né يعني أين ولدت، أين اتولدت. في عندنا أداة الاستفهام quand اللي هي بمعنى متى، وطبعا دي بتسأل عن الزمن. زي ما أقول Je suis né le 23 mars، يعني أنا اتولدت يوم 23 مارس. طب لو أنا عايز أسأل سؤال هقول quand es-tu né؟ quand es-tu né يعني متى ولدت. وفي عندنا أداة الاستفهام comment، وطبعا دي أنت واخدها من الترم الأول إن هي بتسأل عن الاسم. زي comment tu t'appelles، ما اسمك. مثلا أقول je m'appelle روبير، أنا اسمي روبير. وبتسأل عن، طبعا بتسأل عن الحال، وبتسأل عن الصفة. طبعا بتسأل عن الصفة بيبقى عندي كومون بعدها على طول فيرب اتر. زي ما أقول كومون ايه سامي، ما وصف سامي. أقول سامي ايه بافار، سامي بيكون اجتماعي. وكمان بتسأل عن الحال زي مثلا كومون سافا، كيف حالك. أرد أقول سافا بيان، أنا بخير. أو كومون فاتي برضو كيف حالك، أرد أقول جو في تري بيان يعني أنا بخير. طيب تعالى كده نشوف الجمل دي. عايز أسأل بكون متى، و أين، كوا، وكومون. لو أنا قلت لك نقط تي أبيت أنت تسكن، طبعا هتبقى و تي أبيت أين تسكن. طيب نقط تي فا أو ليسي أنت تذهب إلى المدرسة، والإجابة عندي كانت لو ماتان يعني في الصباح. طبعا هقول كون متى، متى تذهب إلى المدرسة في الصباح. طيب نقط إل سابيل، إل سابيل يعني يسمى، يبقى طبعا هتبقى كومون إل سابيل اللي هي بمعنى ما اسمه. طب نقط سافا، طبعا كومون سافا اللي هي بمعنى كيف حالك. طب نقط إيه تا شامبر، إيه تكون غرفتك. طبعا الإجابة إلي جروند يعني هي بتكون كبيرة. إذا أنا بسأل عن صفة يبقى أختار كومون، يبقى كومون إيه تا شامبر ما وصف غرفتك إلي جروند. طيب في عندنا بعد كده الفرق ما بين كاسك وكوا. عندنا أداة الاستفهام كاسك اللي هي بيبقى معناها ماذا، وكوا برضو بيبقى معناها ماذا، بس الفرق إن كاسك تأتي في بداية السؤال، أما كوا تأتي بعد الفاعل والفعل. يعني مثلا لو أنا قلت لك je regarde le match، أنا أشاهد المباراة،
وعايز اسال سؤال، طبعا هقول ماذا تشاهد، يبقى هقول كاسك تي ريجارد، كاسك تي ريجارد يعني ماذا تشاهد. او ممكن اقول تي ريجارد كوا، برضو معناها ماذا تشاهد، بس الفرق ان كاسك بتيجي في بدايه السؤال، اما كوا بتيجي بعد الفاعل والفعل. زي ما اقول مثلا سيتان فاتر يعني هذا قلم، سيتان فاتر. لو انا عايز اسال سؤال طبعا هتبقى كاسك سي اللي هي بمعنى ما هذا، كاسك سي او سيكوا، سيكوا يبقى كاسك سي او سيكوا. طيب تعالى كده نشوف الجمل دي. لو انا قلت لك نقط تي ام انت تحب، فقلت لي جيم لو فوتبول انا احب كرة القدم، طبعا هتبقى كاسك تي ام ماذا تحب. طب نفس السؤال لو انا قلت لك تي ام نقط، طبعا هتبقى تي ام كوا. اتفقنا ان كاسك بتاتي في بدايه السؤال، كوا تاتي بعد الفاعل والفعل. لو انا قلت لك نقط سي، فالاجابه كانت سي مونامي هذا صديقي، طبعا دي كده بتسال عن فاعل عاقل، اذا اسال بكي اللي هي بمعنى من للعاقل، يبقى هتبقى كي سي من هذا. طب لو انا قلت لك سي نقط، الاجابه سي مونامي هذا صديقي، برضو كده عاقل، اذا هقول سيكي، يبقى اذا العاقل بنسال عليها بكي سواء جايه في الاول او في الاخر. طيب لو انا قلت لك نقط سي سيتين جم هذه السيكه، طبعا ده كده غير عاقل، اذا هنسال اما بكاسك او بكوا، بس طالما جايه في بدايه السؤال اذا اختار كاسك، يبقى هتبقى كاسك سي اللي هي بمعنى ما هذا. طب لو انا قلت لك سي نقط والاجابه سيتين جم، برضو ده كده مفعول غير عاقل، اذا هسال بسي كوا، سي كوا اللي هي بمعنى ما هذا. طيب في عندنا أداة الاستفهام اللي هي اسمها كل، كل، ودي بيبقى معناها ما أو أي. الترجمة بتاعتها بتيجي حسب الحاجة اللي جاي بعدها، يعني لو كل جاي بعدها اسم بتترجم بمعنى أي، زي ما أقول كل سبور تي بريفير أي رياضة تفضل، زي ما أقول كل ماتيير تي ام أي مادة تحب، وهكذا. أما كل لو جاي بعدها verb être سواء est أو sont بيبقى معناها ما هو أو ما هي. زي مثلا لما يقول لك quel sport aimes-tu دي معناها أي رياضة تحب. زي ما أقول quel est ton nom ما هو اسمك، quel جاء بعدها verb être إذا بتترجم بمعنى ما هو أو ما هي. زي ما أقول quelle couleur aimes-tu طبعا دي معناها أي لون تحب. زي ما أقول كاليتا ناسيوناليتي، كاليتا ناسيوناليتي ما هي جنسيتك. طيب اعرف إن أداة الاستفهام كال بيبقى لها 4 أشكال، مفرد مذكر، وكال آخرها حرف الأ مفرد مؤنث، وكال جمع مذكر، وكال جمع مؤنث. تعالى كده نشوف إيه الفرق بين كل وكاسك وكوا. اولا عشان تبقى عارف كل انا بستخدم كل لما يكون الاسم اللي انا بسأل عليه موجود، يعني لو انا قلت لك نقط سبور انتي ايه رياضة تحب، طبعا المفروض اقول اي رياضة تحب، يبقى هتبقى كل، يبقى مفرد مذكر كل سبور انتي. طب لو انا قلت لك تي ام انت تحب، يبقى ماذا تحب، يبقى يا كاسك يا كوا، بس طالما جايه في بدايه السؤال اذا اختار كاسك. تمام. طب لو انا قلت لك تي ام كوا، تي ام انت تحب، طبعا طالما هقول انت تحب يبقى اقول ماذا تحب، ماذا تحب، يبقى انا المفروض اقول كاسك او كوا، بس طالما جايه بعد الفاعل والفعل اذا اختار كوا، يبقى اقول تي ام كوا. طيب رقم 4 بيقول لي نقط اكتيفيتي، تيفي. كلمة اكتيفيتي طبعا دي معناها نشاط، تيفي يعني أنت تعمل، يبقى المفروض أقول أي نشاط تعمل، وكلمة اكتيفيتي مؤنث إذا أختار كال المؤنث، يبقى أقول كال اكتيفيتي تيفي أي نشاط تعمل. طب لو أنا قلت لك تيفي لو فوندردي
انت تعمل يوم الجمعه، يبقى المفروض ان انا هقول ماذا تعمل، يبقى يا كاسك يا كوا، بس طالما جايه في الاول اذا اختار كاسك. كاسك تي في يعني ماذا تعمل. طب لو انا قلت لك تي في نقط لو فوندردي، تي في طبعا هتبقى تي في كوا برضو اللي هي بمعنى ماذا تفعل لو فوندردي اللي هو يوم الجمعه. طيب خد بالك في ملحوظه مهمه جدا، ان اللي بيحدد اداه الاستفهام كال الاسم اللي بعد النقط او الاسم اللي بنسال عليه في الجمله. يعني مثلا لو انا قلت لك نقط اكتيفيتي، طبعا كلمه اكتيفيتي جمع مؤنث، اذا اختار الجمع المؤنث. كالاكتيفيتي تو في يعني اي الانشطه تعمل. طب لو انا قلت لك نقط اوريتيل، طبعا هتبقى كالوريتيل يعني كم الساعه. طب لو قال لي نقط ميوزيك تي ام، تمام ميوزيك مؤنث، اذا اختار كال المؤنث. كال ميوزيك تي ام يعني اي موسيقى تحب. طب نقط ماتيار تي ام، طبعا ماتيار اللي هي ماده ودي مؤنث، بس دي جمع مؤنث، اذا اختار الجمع المؤنث اللي هي الاخيره، يبقى كال ميوزيك كال ماتيار تي ام. عندنا بعد كده اداه استفهام اسمها بوركوا. بوركوا اللي هي بمعنى لماذا. طبعا بوركوا بتسأل عن السبب، تسأل عن السبب، بس لما بنيجي نجاوب بنجاوب اما بكار اللي هي بمعنى لأن، او بخسك برضو معناها لأن، ودي بيجي بعدها جملة كاملة فاعل وفعل ومفعول. او بنستخدم بور اللي هي بمعنى لكي زائد الفعل في المصدر. يعني عندنا أداة الاستفهام اللي هي بوركوا. أداة الاستفهام بوركوا بتسأل طبعا عن السبب، زي ما أقول بوركوا tu vas au stade، لماذا تذهب إلى الاستاد. طيب إحنا لما بنيجي نجاوب بنقول je vais au stade، مثلا أنا أذهب إلى الاستاد pour طبعا لكي jouer au football لكي ألعب كرة القدم. اعرف إن pour بيجي بعدها فعل في المصدر. أو ممكن أقول مثلا Pourquoi tu vas au cinéma؟ لماذا تذهب إلى السينما؟ أقول je vais au cinéma، أذهب إلى السينما car لأن j'aime regarder le film، لأن أنا بحب مشاهدة الأفلام. هنا car اللي هي بمعنى لأن بيجي بعدها جملة كاملة فاعل وفعل ومفعول. بعد كده عندنا اللي هي صفات الملكية. صفات الملكية طبعا احنا عارفين ان في بعض الجمل ما ينفعش ان انا اجيب اي محدد غير صفة ملكية، طبعا المعنى مش هيتم. يعني مثلا اما اقول إيلام بير هو يحب، طبعا بير يعني اب، لو انا حطيت اداة المعرفة ل هتبقى هو يحب الاب، طبعا ملهاش معنى. ولو انا حطيت اداة نكرة هقول إيلام امبير يعني هو يحب اب، برضه ملهاش معنى. المفروض ان انا اقول انا هو يحب والده، فلازم احط صفة ملكية. صفات الملكية اللي عندنا في الفرنساوي اللي هي مع الجو بتبقى مون ما مي، ومع tu ton ta tes، ومع ال والال son sa c'est، ومع النو notre notre nous، ومع الفو votre votre vous، ومع il avec s و il avec s leur و leur و leur avec s. طبعا قلنا ان صفة الملكية اللي بيحددها حاجتين، الفاعل والمفعول. طبعا اللي بيحدد اختياري لصفات الملكية الفاعل ثم المفعول. لا يعني لو الفعل عندي ج انا هختار مو او ما او مي، فلو المفعول مفرد مذكر اختار مو، ولو مفرد مؤنث اختار ما، ولو جمع اختار مي. زي مثلا لما اجي اقول جيم نقط باغ انا احب والدي. طيب جيم الج بتاخد مو وما ومي، كلمة باغ مفرد مذكر اذا اختار مو. ولو قلت جيم نقط في، الج بتاخد مو ما مي، كلمة في مفرد مؤنث اذا اختار ما. رقم 3 جيم نقط امي، الج بتاخد مو ما مي، كلمة امي جمع اذا اختار مي الاخيرة. زي ما اقول الفون نقط ديفوار هم بيعملوا مواجباتهم. إل افيك اس بتاخد لاغ ولاغ ولاغ افيك اس،
وكلمة دوفوار جمع إذا نختار لير افيك اس. رقم 5 nous aimons نقط بارون. النو بتاخد نوتر نو، وكلمة بارون جمع إذا نختار نو اللي هي الأولى. وخدنا ملحوظة مهمة جدا ان بتتحول الما الى مو، والطاء الى تون، والصاء الى سون قبل الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك، طبعا عشان ما ينفعش التقاء متحركين. بعد كده في قاعدة بتقول تحول الما إلى مو، والطاء إلى تون، والصاء إلى سون قبل الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك. يعني لما اجي اقول لك tu vas au lycée، هل تذهب الى المدرسة avec نقط امي، طبعا التو بتاخد تون تاتي، وكلمة امي مفرد مذكر اذا اختار تون. اما لو قلت tu vas au lycée avec نقط امي، المفروض ان كلمة امي مفرد مؤنث، فالمفروض ان انا اختار تا اللي هي التانية، بس طبعا تا منتهية بمتحرك وامي مبدوءة بمتحرك، فتحول الطاء الى تون. بعد كده احيانا بيجيب لي الكلمة اللي هي فاعل ومحتاج صفة الملكية معاها في بداية الجملة، وكده مفيش ضمير فاعل، فاللي بيحدد الكلمة اللي بعد النقط. يعني مثلا انا عندي هنا كلمة ماغ اللي هي مفرد مؤنث، اشوف فين المفرد المؤنث اللي هنا، طبعا صا، يبقى اختار صا. مثلا نقط فرير اي إليف، طبعا كلمة فرير مفرد مذكر. المفرد المذكر اللي هنا اللي هي كلمة لاغ، يبقى نختار لاغ اللي هي التالتة. بعد كده عندنا ضمائر التوكيد، وضمائر التوكيد دي بتيجي قبل ضمائر الفاعل. ضمائر التوكيد اللي هي مع الجو موا، ومع التو توا، ومع الإل لوي، ومع الإل إل، ومع الأون نو، ومع النو نو، ومع الفو فو، ومع الإل افيك اس او اللي هي ايو اكس، ومع إل افيك اس ال افيك اس. دي ضمائر بتيجي قبل ضمائر الفاعل، زي ما اقول لك moi je suis égyptien، toi tu as quel âge، Louis il va au lycée، وهكذا. طبعا احنا بنستخدمها كضمائر للتوكيد، بتيجي قبل ضمائر الفاعل، وممكن نستخدمها كمان في الملكية. وعرفنا كمان ان ممكن استخدم اتر زائد زائد ضمائر التوكيد، وضمائر التوكيد اللي هي موا وتوا والوي وال ونو وفو واو وال افيك اس، دي اللي اسمها ضمائر التوكيد. ممكن نستخدمها في الملكية، يعني ممكن اقول لك مثلا سي مون ليفر، يعني هذا كتابي، وممكن اقول سي ليفر هذا الكتاب اموا بيكون ملكي. ممكن اقول سي تون ساك هذه شنطتك، او ممكن اقول سي ساك اتوا يعني هذه الشنطة بتكون ملكك. ممكن كمان نستخدمها في الملكية، وده باستخدام فيرب اتر زائد حرف الجر زائد ضمائر التوكيد. اتر زائد زائد ضمير التوكيد، زي مثلا اما اقول سي مون ليفر هذا كتابي. طب لو انا عايز استخدم اقول سي ليفر هذا الكتاب اموا. اما اقول سي تون شيان هذا الكلب بتاعك، او ممكن اقول سي شيان اتوا. ممكن اقول سي لاجوم دي علي، دي الاستيكة بتاعت علي. وممكن اقول سي ساجوم، دي كده باستخدام صفة الملكية. وممكن اقول سادجوم هذه الاستيكة الوي يعني ملكه. او ممكن اقول سي لو كاييه دي منى، دي الكراسة بتاعت منى، بتساوي سي سون كاييه هنا باستخدام صفة الملكية. وممكن اقول سي كاييه هذه الكراسة ال. يعني لما يجي يقول لك سي تون ستيلو هل هذا قلمك، فانت تقول وي سي نقط ستيلو، عايز تقول نعم هذا قلمي. طبعا تون هتتحول الى مو، يعني نعم هذا قلمي. اما لو انا قلت وي سي نقط، طبعا هنا حرف الجر بيجي بعده ضمير توكيد اللي بيساوي مو اللي هي موا، يبقى اختار موا، يبقى اقول وي سي موا نعم هذا ملكي. اما اقول سي سون ستيلو هل هذا قلمك، فتقول وي سي سون ستيلو، طبعا سون ما بتتغيرش، نعم هذا قلمه. اما لو انا قلت وي سي هتبقى لوي، وي سي الوي نعم القلم ده ملكه.
اما اقول سي مون ستيلو هل هذا قلمي، فانا عايز اقول لك نعم هذا قلمك، فاقول وي سي تون ستيلو. اما لو قلت وي سي هنا لازم يجي بعدها ضمير توكيد، يبقى اقول توا. خلي بالك من الفرق ما بين صفة الملكية وضمير التوكيد. صفة الملكية دي بيجي بعدها اسم، يعني أقول سي مون ساك، سي مون ساك، سي مون ستيلو، سي ماتخوس. أما ضمائر التوكيد بيجي قبلها حرف الجر وما بيجيش بعدها حاجة، زي ما أقول سي ساك اي اموا، ساتخوس اي اتوا، وهكذا. احنا خدنا قبل كده الساعة وقلنا ان احنا بنسأل عن الساعة بأداة الاستفهام كال، بنقول كالار اتيل، هو يجي يقول لي نوت اور اتيل، انا اختار كالار اتيل. ولما باجي ارد على الساعة بقول إيلي، ومثلا إينار، إيلي، دوزار، وهكذا. الملحوظة اللي بعد كده ان الساعة تسبق بحرف الجر يعني لو انا قلت جو في او كليب، انا اذهب الى النادي، ويجي يقول لي نقط ستار، اقول ستار، او نقط ميدي اقول ميدي، او نقط منوي اقول منوي. خلي بالك ان احنا قلنا ان كلمة ميدي اللي هي منتصف النهار، وكلمة منوي اللي هي منتصف الليل، ممكن نستخدمهم كساعة، إذا يسبقهم بحرف الجر أما كلمة متى وكلمة سوار بيجي قبلهم أداة المعرفة لو، اللي هي لو متى في الصباح، ولو سوار اللي هي في المساء. أما كلمة أبخي ميدي اللي هي بعد الظهر بيجي قبلها أداة المعرفة الأبوستروف. بعد كده لو جاء قال لك إيلي تغوازر، الساعة 3 نقط كار، أو نقط دومي، أو نقط لو كار. طبعا في المثال الأول هقول اي كار اللي هي بمعنى وربع، التانية نقط دومي هقول اي دومي اللي هي معناها ونصف. بعد كده موا لو كار اللي هي بمعنى إلا ربع. بعد كده عندنا ملحوظة مهمة جدا على كلمة دومي. قلنا ان كلمة دومي بتكون مذكر اذا جاءت قبل كلمة اونار، وتكون مؤنث اذا جاءت بعد كلمة اونار. يبقى احنا قلنا ان كلمة دومي اللي هي ونصف بتكون مذكر اذا جاءت قبل كلمة إينار، وبتكون مؤنث اذا جاءت بعد كلمة إينار. يعني لو انا قلت إيلي تغوازر ايه اقول دومي اللي هي المؤنث، يعني الساعة 3:30. اما لو قلت لكور الحصة دور تستغرق، ان نقط عايز اقول تستغرق نصف ساعة، يبقى ان دومي المذكر. خلي بالك من الفرق ما بين كلمة كون وآكالار. كون وآكالار، طبعا كون بمعنى متى، أما آكالار بمعنى في أي ساعة. تعالوا نشوف السؤال الرابع. أول سؤال بيقول لي نقط إيتيل، طبعا هتبقى كالور إيتيل يعني كام الساعة. كالور إيه طبعا هتبقى إيل ودي ما بتتغيرش. جاريف أو ليسي أذهب إلى المدرسة. نقط ويتر طبعا هتبقى ويتر، الساعة تسبق بحرف الجر رقم 4 نقط جور تو بريفير أي يوم تفضل، يبقى اختار الأولى. نقط إيتيل دي متكررة تبقى كالوريتيل التانية. جاريف وكليب أصل إلى المدرسة هتبقى ساتور ترونت الساعة 7:30. اون فا او سيلف سيرفيس بنذهب إلى المطعم المدرسي. نقط ميدي اللي هي كلمة ميدي تسبق بحرف الجر واما اقول اون فا او سينما نحن نذهب إلى السينما. نقط مينوي برضو هتبقى منوي، يبقى الساعة وميدي ومنوي تسبق بحرف الجر اما لو قلت اون فا او سيلف سيرفيس نقط ماتان هتبقى لو ماتان، لو ماتان يعني في الصباح. إيلي ساتور اي دومي، اتفقنا ان كلمة دومي بتكون مؤنث لو جت بعد كلمة إينار. إيلي دوزار الساعة 10 اي دومي اللي هي ونصف. طيب رقم 12 نقط إيتيل طبعا هتبقى كالور إيتيل دي معناها كام الساعة. طب نقط لكور كومونز ايه الحصة هتبدأ، يبقى متى تبدأ الحصة كون لكور كومونز. طب لو قلت نقط لكور كومونز ايه ساعة تبدأ الحصة، يبقى في اي ساعة اللي هي كالار. طيب إيلي 5 الساعة 5. نقط لكار طبعا موان لكار معناها إلا ربع.
il est 5 heures نقط كار طبعا كار يعني وربع. طب لو تران arrive القطر هيوصل دون ان نقط heure عايز اقول في خلال نصف ساعة هتبقى دون ان demi heure يعني في خلال نصف ساعة. طبعا كلمة demi بتكون مذكر إذا جاءت قبل كلمة une heure. بعد كده عندنا المواد الدراسية لي ماتيير سكولار. المواد الدراسية يا جماعة بيجي يسألني في حاجتين. أول حاجة اللي هو فيرب ايمي وادوري وبريفيري وديتستي. اعرف ان الافعال دي بيجي بعدها ادوات المعرفة سواء في الاثبات او في النفي. وطبعا ممكن يسألك عن المذكر والمؤنث، واحنا عرفنا قبل كده ان المذكر اللي هي لو بيجي قبل كلمة فرونسي وديسان، اما لا بتيجي قبل المواد الادبية والمواد العلمية، والابوستروف بتيجي قبل المواد اللي هي مبدوءة بحرف متحرك، اما الجمع اللي هي ال اس ودي بتيجي قبل الجمع. وساعات كمان بيجيب لك فيرب اتر زائد صفة زائد اون زائد المادة الدراسية. اعرف ان الصفات زي مثلا كلمة فور اللي هي بمعنى قوي، زي اكسلون اللي هي بمعنى ممتاز، زي مويان اللي هي بمعنى متوسط، زي باسابل اللي هو بمعنى مقبول، زي فابل اللي هي بمعنى ضعيف، زائد اون زائد المواد الدراسية. فرق ما بين اما يجي يقول لك جيم نقط فرونسي او اما يجي يقول لك إيلي تري فور نقط فرونسي. طبعا في المثال الاول اما اقول جيم اقول جيم لي فرونسي، انا احب اللغة الفرنسية. اما لو قلت إيلي تري فور هو بيكون قوي جدا، اقول نقط فرونسي اقول اون فرونسي. تعال نشوف السؤال الخامس رقم 4. بيقول لي ماريون aime l'éducation. ماريون تحب l'éducation musicale اللي هي التربية الموسيقية. tu adores نقط matière. طبعا كلمة matière اللي هي المواد الدراسية جمع مؤنث إذا نختار الأخيرة، يعني أنت بتعشق أي مواد. je n'aime pas نقط science. طبعا verb aimer بيجي بعده أدوات معرفة وما بيتغيرش في النفي، وكلمة سيونس جمع إذا نختار اس. أما لو قلت il est très bien هو جيد في الرياضيات نقط مات هتبقى on مات اللي هو verb être زائد الصفة أو الظرف وon زائد المادة الدراسية إذا نختار on. moi j'adore نقط جيوغرافي. طبعا adore بيجي بعدها أداة معرفة وجيوغرافي مادة أدبية مؤنث إذا نختار لا. كذلك moi j'adore نقط فيزيك اللي هي الفيزياء برضو تاخد لا اللي هي التانية. ماريو بريفير نقط ارت بلاستيك الفنون التشكيلية اذا تاخد اداة المعرفة اللي هي اللي اس عشان هي جمع. السؤال السادس رقم 1 بيقول لي il est très fort يعني هو قوي جدا، اقول en français في اللغة الفرنسية. je préfère l'éducation sportive اتفقنا ان education مؤنث اذا نختار سبورتيف. محمد نيمبا لا يحب اونجلي تبقى لونجلي اللغة الانجليزية. بعد كده عرفنا الفرق ما بين كلمة شك و تو. عرفنا ان الاتنين بمعنى كل، بس الفرق ما بين كلمة شك وتو ان كلمة شك بيجي بعدها اسم مفرد بدون أداة، اما كلمة تو لها 4 اشكال: المفرد المذكر، توت مفرد مؤنث، وتو اخرها اس جمع مذكر، وتوت اخرها اس جمع مؤنث، ودي بيجي بعدها الاسم بالأداة. زي مثلا السؤال الرابع بيقول لي il parle presque نقط لونج. طبعا هنا بعد النقط في محدد اذا اختار توت. طبعا لونج جمع مؤنث اذا اختار الاولى اللي هي توت. رقم 5 بيقول لي je vais au club نقط لجور يعني انا اذهب الى النادي عايز اقول كل يوم. طبعا برضو هنا في محدد اذا اختار تو، ودي جمع مذكر اذا اختار التالتة اللي هي تو اللي اخرها اس. اما رقم 6 بيقول لي جي في او كليب نقط جور انا اذهب الى النادي عايز اقول برضو كل يوم. طبعا هنا مفيش محدد اذا اختار الاولى اللي هي شك. في الدرس ده كان عندنا بعض الحاجات المهمة جدا زي تعبير اسمه افوار مال وده بيبقى معناه عنده ألم فيه. تعالوا نشوف الاول اعضاء الجسم وازاي بنستخدم التعبير ده. تعالوا نشوف كده اعضاء الجسم اللي هي لو فونتر
le ventre اللي هي البطن، le cou اللي هي العنق، le doigt الإصبع، le bras الذراع، le pied القدم، l'œil العين، le nez الأنف، le genou الركبة، le ventre اللي هي البطن، les yeux اللي هي العينين، le visage الوجه، l'oreille الأذن، la jambe الساق، la tête الرأس، la bouche الفم، l'épaule الكتف، la langue اللسان، la main اليد، les dents الأسنان، les cheveux الشعر. وعرفنا ان التعبير اللي هو افوار مالأ بيجي بعده اعضاء الجسم بادوات المعرفه. يعني مثلا لو انا عايز اقول انا عندي الم في القدم، المفروض ان انا هقول جي مال ا لو بيي. طبعا اتفقنا ان مفيش حاجه في الفرنساوي اسمها ا لو. حرف الجر لما بيجي بعده ادوات المعرفه بيحصل حاجه اسمها الادغام. قلنا ان حرف الجر زائد اللو بيبقى او، حرف الجر زائد اللا بيبقى الا، زائد ال ابوستروف بتبقى ال ابوستروف، والا زائد ال اس بتبقى او افيك اكس. طبعا عرفنا قبل كده ان في تعبير اسمه افوار مال والتعبير افوار مال بيجي بعده اعضاء الجسم باداه المعرفه، وطبعا بيحصل الادغام. الآ زائد اللو بيتحول الى او، والآ زائد اللا بيتحول الى آلا، والآ ال ابوستروف بيتحول الى ال ابوستروف، والآ زائد ال يو اس بتتحول الى او افيك اكس. زي لما اجي اقول مثلا انا عندي الم في الظهر، المفروض هقول جي مال لو دو. ده المفروض تركيب الجملة. بس احنا دلوقتي قلنا ان مفيش حاجة اسمها لو. طب امال؟ قال لي المفروض ان واللو بيتحول الى او، يبقى المفروض اقول جي مال او دو. زي مثلا لو انا عايز اقول انا عندي الم في القدم هقول جي مال او بيي. طبعا دي كانت عبارة عن زائد لو. ولو عايز اقول مثلا عندي الم في اليد هقول جي مال لا ما. ومثلا الم في العين هقول جي مال لوي لوي، طبعا عشان دي مبدوءه بحرف متحرك. ولو عايز اقول مثلا عندي الم في الاسنان هقول جي مال لي دو. طبعا قلنا برضو ان مفيش حاجه اسمها لي، المفروض بتتحول الى او، يبقى هقول جي مال او دون. تعال نشوف كده المثال ده. لو انا قلت جي مال نقط تات، طبعا المفروض كلمة تات مفرد مؤنث، فالمفروض ممكن اختار ما وممكن اختار لا، بس انا هختار لا. طب ليه؟ في قاعدة بتقول ان اعضاء الجسم لا تسبق بصفة ملكية، يعني ما ينفعش اقول جي مال ما تات، مفروض جي مال الا تات. برضو لو جالي قال لي il نقط مال اوني، طبعا المفروض ان هو اسمه افوار مال يبقى تختار اللي هو فيرب افوار اللي هي التالتة. طيب لو قال لي إيلا نقط ألا تات وجايب لي مال مفرد مذكر واخرها واخرها اس، طبعا ما تقوليش ان ال يبقى هختار التانية، لا، هو التعبير اسمه افوار مال والتعبير اللي هو مال لا تتغير يبقى هنختار اللي هي الاولى. في عندنا بعض اعضاء الجسم مرتبطة ببعض الافعال، زي ما اقول on utilise يعني نستخدم les oreilles الاذنين pour لكي écouter لكي نسمع. on utilise le pied بنستخدم الاقدام pour marcher لكي نمشي. on utilise la main اليد pour لكي écrire لكي نكتب. on utilise بنستخدم la bouche الفم pour manger لكي نأكل. on utilise les yeux بنستخدم العينين pour voir لكي نرى. on utilise le nez بنستخدم الأنف pour لكي sentir. وفي كمان on utilise la langue اللي هو اللسان pour parler لكي نتكلم. طبعا أول قاعدة قلنا بتؤنث الصفة عادة بإضافة حرف الأو إلى آخرها. يعني لما يقول لي مثلا ما كوبين نقط، طبعا دي كده مفرد مؤنث، يبقى اختار اللي اخرها حرف الاو اللي هي سوريونت. رقم 2 بيقول لي مون فوازان نقط، طبعا مون فوازان ده كده مفرد مذكر، يبقى اختار المفرد المذكر اللي هي بافارد.
رقم 2 الصفة التي تنتهي بحرف الأو تبقى كما هي. طبعا قلنا عندنا في صفات بتنتهي بحرف الأو زي كلمة تيميد، زي سوسيابل، زي سيرفيابل، زي رومانتيك، زي سيمباتيك، زي مانس اللي هو نحيف، زي ماغر برضو نحيف، زي شوف اللي هي أصلع. وكمان صفات الألوان زي جون وروز وروج وبيج. طيب في الحتة دي بيجيب لي الفاعل مفرد مذكر، يعني يقول لي مثلا مون بير اي نوت، وكل الصفات هتلاقيها بتنتهي بحرف الأو. طيب معنى كده تعرف ان في واحدة ما بتتغيرش اللي هي كلمة سيرفيابل. رقم 2 بيقول لي لو تي شيرت اي نوت، برضو هنا لو تي شير مفرد مذكر، والصفات كلها بتنتهي بحرف الأو، يبقى تعرف ان في واحدة ما بتتغيرش، يعني تنفع مذكر وتنفع مؤنث طبعا اللي هي كلمة جون. بعد كده عندنا الصفة اللي بتنتهي بالأو اكسون تجي يضاف لها حرف الأو، زي مثلا لما يجي يقول لي ما شامبر اي نوت. طبعا ما شامبر اللي هي حجرتي، طبعا كده مفرد مؤنث، يبقى اختار اللي اخرها حرف الأو اللي هي كلمة رونجي. اما لو قال لي ما شامبر اي نوت حجرتي بتكون نوت. طيب هنا جايب لي رونجي كرون بيتي كروند. في بعض الطلبة اول ما يقروا كلمة ما شامبر كده مفرد مؤنث يختاروا الاولى على اساس ان هي بتنتهي بحرف الاو، بس خلي بالك طالما الاو عليها اكسون تجي كده تبقى مذكر، يبقى نختار طبعا الاخيرة اللي هي كروند. بعد كده عندنا صفات لا تتغير عند التانيث. في عندنا 4 صفات ما بيتغيروش في التانيث اللي هي كلمة مارون اللي هو اللون البني، وسيمبا لطيف، سوبر رائع، شتان بني الشعر. زي ما اقول ماسير انوات، هنا بيجيب لي الفاعل مفرد مؤنث والصفات كلها ولا واحدة بتنتهي بحرف الأو. طبعا هنا نختار سيمبا لأن هي ما بتتغيرش في التانيث. رقم 2 لا تخوس انوات، المقلمة بتكون، برضو هنا الفاعل مفرد مؤنث ومفيش ولا صفة بتنتهي بحرف الأو. طبعا هنختار كلمة مارو لأن مارو لا تتغير عند التانيث. بعد كده عندنا الصفة التي تنتهي بالاس أو بالاكس تبقى كما هي عند الجمع، زي ما يقول لي مون فوازان اي نوت. طبعا كده مفرد مذكر هنختار فرونسي لأن فرونسي مفرد مذكر. اما لما يقول لي مي فوازان سونات، مي فوازان كده جمع مذكر. طيب جمع المذكر اللي اخره حرف الاس برضو كلمة فرونسي، يبقى اذا الصفة لو بتنتهي بحرف الاس هتنفع مفرد مذكر وتنفع جمع مذكر. زي ما يقول لي مونامي انوات، صديقي بيكون الثلاثة الاولانيين مؤنث، اما كلمة اوري دي كده اللي هي المذكر اللي هي بمعنى سعيد. رقم 4 بيقول لي ميزامي صنات، ميزامي دي كده جمع مذكر، يبقى برضو هنختار الأخيرة. فاكرين الصفات دي؟ الصفات دي كنا بنقول إن هي ما بتتغيرش في التأنيث، يعني هي كده تنفع مذكر وتنفع مؤنث. طيب لو احنا جمعناها وحطينا لها اس إذا هتنفع جمع مذكر وجمع مؤنث، وفي الحالة دي بيجيب لي الفاعل جمع مذكر، يعني يقول لي ميزامي صنات، والصفات كلها هتلاقيها بتنتهي بالاس. طيب يبقى احنا المفروض ان احنا هنختار صفة من الصفات دي اخرها اس اللي هي كلمة سيرفيابل، كده تنفع جمع مذكر وجمع مؤنث. لو قال لي لي تي شيرت سونات، طبعا كده جمع مذكر، جمع مذكر وكلهم بينتهوا بالاو اس، بس طبعا في كلمة جون الاو من اصل الكلمة. الملحوظة التانية سيمبا وكلمة شتا لا تتغير عند التأنيث ولكن تجمع بإضافة حرف الاس إلى آخرها، يعني سيمبا دي كده مفرد مذكر ومؤنث، سيمبا لو حطينا لها اس تبقى جمع مذكر وجمع مؤنث، كذلك شتا كده مفرد مذكر ومؤنث ولو حطينا لها اس تنفع جمع مذكر وجمع مؤنث. زي ما اقول ماكوبين اي نقط، ماكوبين اي نقط. طبعا هنا مفيش الفاعل عندي مفرد مؤنث ومفيش ولا واحدة بتنتهي بحرف الأو، طبعا الإجابة هتبقى سيمبا لأن سيمبا لا تتغير عند التانيث. لو أنا قلت ميكوبين، ميكوبين صنعت، طبعا كلمة ميكوبين كده جمع مؤنث، جمع مؤنث، يبقى المفروض الصفة بيبقى آخرها اللي هي الأو اس،
ولا واحدة بتنتهي بالاي اس. طب هتختار؟ طبعا هتختار كلمة سيمبا بس هيكون اخرها اس. اما الصفة مارون وسوبر واورانج ديت لا تتغير عند التأنيث او الجمع، لا احط لها او ولا احط لها اس. زي ما اقول لساك سون، طبعا لساك دي كده جمع مذكر اختار مارون. اما لو قلت لاتروس دي سارة، لاتروس اللي هي المقلمة بتاعت سارة بتكون برضو اختار مارون. لي تروس سون نوت كده جمع مؤنث، يبقى هنختار اللي هي كلمة سوبر. تعالوا نشوف أسئلة على التأنيث والجمع. أول سؤال بيقول لي لي كوبين دو لورا سون نوت. طبعا أنا هوصف لي كوبين اللي هي الجمع المؤنث، يبقى هختار التالتة اللي هي بافارد آخرها او اس. رقم 2 بيقول لي سيت ان كرايون. طبعا ان كرايون ده كده مفرد مذكر، يبقى هختار الأولى فير. رقم 3 بيقول لي لي ساك سون نوت. طبعا لي ساك جمع مذكر، يبقى هختار التانية اللي هي نوار. رقم 4 بيقول لي زوي اي مارتين سون نوت. طبعا زوي ومارتين ده كده جمع مؤنث، يبقى اختار الصفة اللي اخرها او اس اللي هي التالتة. رقم 5 يوجو اي لورا ده كده جمع مذكر، يبقى اختار الصفة اللي اخرها اس اللي هي التالتة. رقم 6 بيقول لي احمد ايه علي سون نوت. طبعا احمد وعلي ده كده جمع مذكر، يبقى اختار الصفة اللي اخرها اس اللي هي الاخيرة. رقم 7 بيقول لي لورا ايه صوفي سون نوت. طبعا ده كده جمع مؤنث، يبقى اختار الصفة اللي اخرها الاو اس، يبقى هختار طبعا انت مفيش ولا واحدة بتنتهي بالاو اس، بس انت عندك سيمبا تنفع جمع مذكر وجمع مؤنث. السؤال الثاني بيقول لي ليزيو دي مها سون نوت. ليزيو طبعا كلمة ليزيو جمع مذكر، يبقى هختار الصفة اللي اخرها اس اللي هي التالتة. رقم 2 لكايي دي صوفي سون نوت. طبعا كلمة كايي جمع مذكر، يبقى اختار الأولى. رقم 3 مها اي رامي. مها ورامي كده جمع مذكر، يبقى اختار اللي اخرها اس اللي هي الأخيرة. رقم 4 إسراء اي نورهان كده جمع مؤنث، يبقى اختار الصفة اللي اخرها او اس يبقى التالتة. رقم 5 لو ساكادو دو فانيسا اي نوت. لو ساك دي كده مفرد مذكر، يبقى اختار الصفة اللي هي روج لانها تنفع مفرد مذكر وتنفع مفرد مؤنث. لورا اي نوت طبعا دي كده مفرد مؤنث، يبقى اختار الصفة اللي اخرها حرف الاو. طبعا مفيش ولا واحدة بتنتهي بحرف الاو، يبقى اختار كلمة سيمبا لانها لا تتغير عند التانيث. رقم 7 سامي اي نوت. طبعا سامي ده كده مفرد مذكر، يبقى اختار اللي هي تيميد اللي هي التالتة. رقم 8 منى اي نوت. طبعا دي كده مفرد مؤنث، يبقى اختار الصفة اللي اخرها حرف الاو اللي هي التالتة.